السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم يوسف من مطبخنا، مطبخ اكلات على قد الايد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السجق الشرقي بطريقة سهلة وبسيطة، وممكن اي بنوتة صغيرة تعملها في منتهى السهولة. ومقاديرنا على قدنا وبسيطة جدا، ما فيهاش حاجة خالص، مقادير بسيطة يعني. هقول لكم على المقادير: نص كيلو من السجق، فلفل رومي، بصل، طماطمايه كبيره او 2 صغيرين، فلفل حامي، وطبعا ملح وفلفل اسود، والزيت طبعا ما ننساش الزيت. وتعالوا معانا دلوقتي نشوف ازاي هنعمله. معانا صينيه على النار طبعا سخنت جدا، بنحط لها شويه من الزيت وننزل بالسجق على جنب كده. طبعا كده السجق بتاعنا تمام قوي، مسك نفسه واستوى. البصل وننزل كده بالبصل، بعد كده ننزل بالفلفل. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، الكميه يعني زي ما بقول لكم كده، زي ما قلت لكم، كميه ما شاء الله تكفي 6 افراد. هو دبل معانا خلاص. ننزل بقى بالطماطم، طبعا ما ننساش الملح والفلفل، وما تكتروش الملح عشان السجق كده طبعا مملح. والفلفل نقلب. الحالة دي بقى ايه، نقدر بقى بالراحة خالص ونسيبه بقى يكمل سوا. كده حبايبي بيكون السجق بتاعنا بقى جاهز خلاص على التقديم، زي ما انتوا شايفين كده. ناكله بقى مع رز، ناكله مع مكرونه، زي ما تحبوا. النهارده انا هعمل معاه رز بالزعفران والتوابل، بتمنى يعجبكم برضو. معايا رز مصري بتاعنا البلدي مغسول، معانا عود من القرفه الخشب، حبايتين بس من القرنفل، وحبايتين من الحبهان، نص معلقه زعفران بودر، وبصلايه كبيره متقطعه صغير. ويلا بينا دلوقتي نشوف هنعمل ايه. عندي حله سخنه، حطيت عليها حبه زيت ومعلقه صغيره سمنه، هنزل بالتوابل الحلوه دي عشان تطلع الروائح بتاعتها. بعد كده هنزل بالبصل، نقلب. وبعدين ننزل بالرز بتاعنا. هنزل بعد كده بالرز،
ننزل. الرز بس يتحمص شويه كده مع السمنه والزيت والتوابل، وننزل بالميه. وطبعا الزعفران، هحاول شويه ميه كمان، ملح طبعا، طبعا الملح ده أذواق كل واحد عشان يستوي. حبايبي كده الرز بتاعنا خلاص استوى وجاهز على التقديم. يلا بينا بقى ايه نغرف. حبايبي كده نبقى خلصنا النهارده اكلتنا سجق الشرقي بتاعنا الجميل والرز البلدي بالزعفران. بتمنى النهارده وصفتي النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.